اهلا بكم معانا في النص الثاني من الحلقه. زي ما قلنا لحضراتكم من البدايه نموذج ل يعني سيده مصريه سافرت واغتربت فتره ما يقرب من 20 سنه وابدعت في المجال الخاص بها. بيسعدنا ان يكون معانا على الهواء مباشره في برنامج الطير المسافر الشيف شيماء عبد المنعم من سلطنه عمان، وهي طبعا مصريه. اهلا بيك يا شيماء معانا. اهلا بحضرتك. وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه. ورمضان احنا لسه بنتكلم دايما على رمضان. المظاهر الرمضانيه دي انا دايما بقول لهم مش موجوده غير في مصر عندنا. في عمان في المظاهر ديت وناس بتعلق الفوانيس والاعلام في الشوارع والحاجات دي، ولا مش؟ لا، هي الطقوس ديت خاصه بمصر بس. ايوه. بس في عندهم حاجات عادات وتقاليد غير. ايوه طبعا. بس مش زي عاداتنا، ما فيش يعني تعليقات في الشوارع، ما فيش الحاجات دي بالظبط. كل شارع مع بعض الشباب والولاد وبتاع ويجيبوا الاعلام ويقعدوا يعلقوها. وزمان قبل ما الاعلام بقى دي تنتشر الجديده دي كنا بنلونها بنفسنا كمان. الورق في ايوه البيت. الورق كنا بالظبط. بنقص الورق وبنعمله. أيوة. احنا بنفسنا في البيت. ايوه. لا مش موجوده دي الا في مصر، مش موجوده غير في مصر بس. طيب وفي عمان ايه العادات والتقاليد الموجوده في سلطنه عمان؟ وخاصه هي ليها طبيعه خاصه في العادات والتقاليد تلاقيها متفرده بيها عن دول الخليج. زي ايه مثلا؟ العادات والتقاليد في رمضان بتبقى مختلفه. هم اكتر حاجه عندهم اللي هو صله الرحم. يعني دايما تجمعات الاهل. بيحبوا جدا تجمعات الاهل في الفطار. وعندهم عاده جميله قوي اسمها الكرانكاشو. دي بتبقى ليله يعني يوم 14 من رمضان صباح 15. دي بتبقى الاطفال بيمشوا في الشوارع وبيخبطوا على كل البيبان وبيغنوا اغنيه خاصه بالكرانكاشو. ويخبطوا على البيوت والناس تفتح وتدي لهم هدايا وشوكليت وفلوس وحاجات كده. جميل، حلو قوي. حاجه اغنيه معينه يعني كده. تعرفي تقوليها ولا مش حافظاها؟ بدون مش هنغنيها يعني، قولها حتى براحتك يعني. هم الاطفال بيمشوا في الشارع وبيقولوا كرانكاشو يوناس اعطونا شويه حلوى، دوس دوس في المندوس. المندوس اللي هو اللي احنا بنقول عليه صندوق. ايوه. حاره حاره في الصحاره. وبعدين البيت اللي بيدي لهم حاجات وهدايا يدعوا له. البيت اللي ما يدهمش يقولوا لهم ورا بيتكم جنيه. فيها نوع من المداعبه كده برضو جميله يعني. دي من العادات اللي موجوده. ايوه حلوه قوي. زي وفي صحاراتي في عمان؟ لا مفيش زي عندنا هنا وبنلف بقى بره. الصحارات دي في مصر بس. في مصر بس. عشان كده انت بقى جايه تقضي اجازتك خلال شهر رمضان، لان المتعه كلها بتحس ان كل يوم عندك عيد هنا. ايوه في رمضان في مصر فعلا حاجه تانية. تمام. قبل ما نتكلم بقى عن الاكلات المصريه وشغلك وطبيعه شغلك، انا عندي عمان ايه زي الحاجه الاول الشعبيه زي الكشري والفول والطعميه عندنا والكباب والكفته والحاجات دي اللي بنشتهر بيها في مصر يعني. هناك عندهم اللي هي الهريس والعرسيه والجوله. لا ترجمي لي. ترجمي لي الحاجات دي. هي دي الاكلات التراثيه بتاعتهم. ايوه. اللي هي الكروس والجوله والعرسيه والهريس. بتكون من ايه يعني الحاجات دي؟ الهريس بتكون حب القمح بتاعنا. بيطبخوه لا اما مع اللحمه لا اما مع الفراخ. بيجيبوا مع الفراخ ويقعدوا يقلبوا فيه كده لغايه لما يستوي خالص مع بعضيه يعني يبقى ميكس مع بعضيهم الاثنين. القمح مع الفراخ او اللحمه. تمام. وبعدين بتتقدم في صحن كده بيصبوا فيها السمن العربي اللي احنا نقول عليه سمنه بلدي. وبيتاكل بيبقى طعمه جميل جدا. تمام. دي من ضمن الحاجات الشعبيه الموجوده. ايوه دي الاكلات الشعبيه بتاعتهم. تمام. والكروس ديت فطاير صغيره كده. يعني زي ما بقول لهم انا بانكيك الطيبين. ايوه. يعني هو شبه البانكيك جدا. ده بيعملوه عندهم على الفطار. والجوله دي برضو يعني احنا لو بحثنا في تراثنا العربي هنلاقي الاكلات اللي احنا بنسمعها من الغرب وبنقول عليها واو وبننبهر بيها جدا، هنلاقيها جداتنا كانوا بيعملوها. بالظبط. يعني عندك الكروس ديت اللي بيعملوها الاخوات العمانيات شبه البانكيك جدا. حتى في طريقه التسويه. والجوله ديت شبه الكريب. شبه الكريب بالظبط. تمام. يعني العجينه بتاعته وطريقه التسويه بتاعته في الطاسه شبه الكريب بالظبط. تمام. فاحنا العرب عندنا حاجات جميله تراثيه بس اوقات ما بنهتمش بيها. تمام. او ما بنظهرهاش. 20 سنه رحله اغتراب
اكيد يعني بتتكلمي عماني بطلاقه اكيد طبعا. ايوه. يعني لو قلبتي معايا وانت بتتكلمي كده مش ما حدش هيفهمني. ما حدش هيفهم كتير. ايوه بالظبط. ما حدش هيفهمني. طيب يعني رحلتك لمده 20 سنه في سلطنه عمان ومهنه يعني شيف يعني صعبه، مش اي حد، محتاجه مهاره طبعا اكيد، لان مش اي حد هيمتهن هذه المهنه الا اذا كان شاطر فيها، ومش هتمسكوا بيه بره لسنوات طويله الا اذا كان كويس. احكي لنا على رحلتك بقى في لما من ساعه ما رحت سلطنه عمان لغايه ما بقيتي شيف مشهور في سلطنة عمان. هو أنا أول ما رحت يعني كان عندي كاترينج، يعني مكان تجهيز حفلات والإيفنت بتاعت الجامعات والكليات. تمام. مشروع خاص بي أنا. ومن بس أنا بحب الأكلات وكده، فحبيت أنقل الخبرات اللي عندي للبنات الصغيرين وكده. في نظام عندهم في سلطنة عمان، كل ولاية بيبقى لها جمعية المرأة. يعني جمعية المرأة عن ولاية بيت، جمعية المرأة عن ولاية بركة. الجمعية دي بتبقى مختصة بالفتيات والسيدات بتاعة الولاية دي. تمام. اللي عندها تبقى عندها هواية الخياطة يجيبوها يدربوها. هواية الطبخ يجيبوها يدربوها، زي ما بيحصل في مراكز الشباب عندنا مع الفارق. ايوه. تمام. تأهيل يعني كده. فأنا دخلت عن طريق الجمعيات دي وبدأت المجال دوت بالتدريب. كنت بدرب. قعدت فترة بدرب مع طبعا تجهيزات الايفنت والافراح وكده. بس وبعدين 2019 عملت برنامج في التلفزيون العماني ومع قناة رؤية برضو. في هناك الهوتيل الكبيرة، الفنادق الكبيرة واللي هو الماركت الكبير في عمان بيقدموا مسابقات طبخ. تمام. انا كنت بشارك في المسابقات دي برضو. فبفضل ربنا يعني كنت بتشاركي باكلات مصريه ولا عمانيه؟ مصريه وعمانيه، باكستانيه، مغربيه، ايطالي، فرنسي، يعني بفضل ربنا بعرف كده اطباق من اكتر من يعني. تمام. يعني الحمد لله. وكانت دي البدايه؟ ايوه كانت دي البدايه، وعن طريق المسابقات بدأ اسمي يظهر. تمام. انت حصلت على يعني مجموعه تكريمات مظبوط؟ كتير قوي. كتير. انا عندي شنطه تكريمات وهدايا ما قدرتش اجيبها. وزن صعب هناك عندي في عمان. زي ايه بقى يعني؟ اتكرمت في ايه قبل كده؟ اللي هي المسابقات اللي بقول على حضرتك ديت. وكنت بنظم ايفنت في الجامعات، وكنت برضو بتكرم عليها. متكرمه من جامعه السلطان قابوس اكتر من مره. تمام. ومتكرمه من التلفزيون بخريطه عمان ذهب مجسمه. تمام. معايا هنا، نسيت اجيبها. ايوه تمام. وعملت ايفنت في الجامعه الالمانيه برضو سنه 2019. عملنا يعني كل دوله كان لها ركن خاص بيها. كان الركن المصري والركن السوري والركن العراقي، كنا 15 دوله. كان كل ركن بيظهر الثقافات والاكلات الشعبيه بتاع بلده. واحنا كركن مصري يعني دربنا اطفال صغيره على رقصات فرعونيه، واللي هي الاغنيه بتاعت حلاوه شمسنا والحاجات دي. جميل. ورحنا السفاره المصريه جبنا حاجات اللي هي التراثيه، التماثيل الخاصه بمصر. ايوه. جميل. وكتب وقصص عن مصر. بفضل ربنا الركن المصري خد مركز اول. خدتوا مركز اول ما شاء الله. واتكرمنا في الجامعه الالمانيه بفضل ربنا يعني. احنا معانا بعد التكريمات على الهوا لو انت شايفه. قولي لي، احكي لي ده ايه وده ايه بسرعه كده. دي الجمعيه اللي بعدها على طول. ده عضو مجلس شورى. تمام. ودي برضو وزارة التنمية الاجتماعية. وده عميد جامعة السلطان قابوس دكتور يوسف الهنائي. تمام. وده مذيع في التلفزيون العماني اسمه حفيظ جعبو. وده والي ولاية بيت. وده العميد الثاني بتاع جامعة السلطان قابوس. انت خلاص حفظتيهم. المرة الجاية بقى تجيب لنا الحاجات دي كلها بقى نشوفها مع بعض. عندي شنطة. نقدر نقول انك انت معروفة في الشعب العماني اكتر من مصر هنا؟ كتير. انا يعني مصر بالنسبه لي ذكريات طفوله. هنا ذكريات طفوله. لان انا طلعت من مصر بدري. فمصر لكن انا كل اصدقائي وكل معارفي دلوقتي وذكرياتي وكل حياتي تعتبر دلوقتي في عمان. طبعا العائله في البيت طبعا اكيد يعني اكلتهم اكل عماني في رمضان اكيد مش كده؟ ما بيخلونيش اعمل حاجه. مع اضيفها بقى بالنسبه لهم. بيدلعوني. ايوه تمام. تمام. يعني في كتير بقى من الساده. طيب هنشوف
هنشوف برضو فيديو على الهوا معانا كده لبعض الاعمال برضو اللي انت عملتيها يا استاذه شيماء، نشوفه مع بعض دلوقتي. ده ايه ده بقى؟ احكي لنا كده. ده حلوى مغربيه اسمها كعب الغزال، عامله زي الكيك كعك. ايوه عامله زي الكعك بتاعنا، بس دي بتتعمل من اللوز. بتتعمل اسمها كعب الغزال، بتتعمل بالشكل دوت وبتتعمل بشكل تاني. ايوه دي نفس طريقه الكحك بتاعنا. لا بس الحشوه جوه غير مختلفه خالص، كلها تمام. لوز. ايوه تمام. لا ويدوي، اللي ماسكها يدوي بيعملها. ما هي نفس جدتنا لما كانت تنقش الكعك، نفس النقشه بتاعتنا. ايوه على فكره انا لما درست وتعاملت مع المغاربه، وده ايه ده بقى ده؟ وده ايه اللي هو نفسها كعب الغزال. تمام. بتكون من ايه كعب الغزال ده؟ اللوز. من اللوز. ايوه. الاكل المغربي اكل مكلف جدا. اغلبه مكسرات وحاجات صعبه. تمام. فبيطلع طبعا بقيمه كبيره جدا. قيمه غذائيه كبيره. هم عندهم برضو في العيد الكحك والبسكوت والغريبه والبتيفور، ولا الحاجات دي ليها خصوصيه بمصر برضو؟ لا الكحك والبتيفور عندنا في مصر، هم بيعملوا شبيه ليه دوت اللي هو الكعب الغزال دوت، مشهور عندهم في المغرب. وانواع غريبه كتيره بقى، غريبه الكوكو اللي هو الجوز الهند. تمام. وغريبه الكوك، هم يقولوا الكوك. ايوه احنا بنقول كوكيز هنا. لا مظبوط؟ لا ده حاجه تاني، الكوكيز ده حاجه تاني. ايوه. فهم عندهم حلوياتهم غيرنا خالص. بس في حاجات، علاقات وعادات وتقاليد بين المغرب وبين مصر متشابهه جدا. في ابتسام محمد اسماعيل من المملكه الاردنيه الهاشميه بتقول انا برضو مغتربه بقالي 18 سنه في الاردن، يا ريت الاستاذه شيماء تقول لنا عن حاجه نقدر نعملها في العيد، طريقه جديده نقدر نعملها في العيد. حلويات يعني؟ اي حاجه بقى. اختار لنا حاجه كده ممكن تتعمل مكوناتها يعني. ممكن نعمل غريبه، ممكن نعمل البيتيفور، حلويات كتيره. ممكن نعمل بقلاوه تركي. قولي لنا البقلاوه التركي دي بتتكون من ايه؟ هي عجينه الجلاش بتاعتنا بنجيبها من اي سوبر ماركت. تمام. وبيكون عندنا ميكس مكسرات بنطحنها في الكبه وبس، وبنفرد ورقه الجلاش عندنا وبنرش عليها من المكسرات دي وبنلفها رول، وبعدين بنقطعها قطع صغيره مع دهنانها بالزبده طبعا. وبنرصها في صينيه وبندهنها من فوق بالزبده. وبندخلها الفرن. وبيبقى عندنا الشربات، كوبايتين سكر مع كوبايه ميه، بس بيكون معمول من قبلها وبارد. اول ما بتطلع من الفرن بنسقيها بالشربات دوت وبنغطيها يعني حوالي 10 دقايق 20 دقيقه كده، وبعدين بتتقدم. سهله وبسيطه وما فيهاش مكونات كتيره. تمام. اولا رسائل كتيره جدا بترحب بيكي. وائل احمد عبد الحميد واسماعيل احمد حماده نجيب من الاردن، ومحمود ابراهيم عبد العال يوسف ده من سلطنه عمان، واسامه ابراهيم من سويسرا بعت لنا، عمرو ابراهيم علي من المملكه الاردنيه الهاشميه، فدوى علي بتقول لك انا من الرياض وعايزه يعني حاجه اعملها عماني في العيد، اعمل ايه؟ حاجه زي الكحك والبسكوت والغريب الموجود عندنا في مصر. لا العمانيين بيقدموا في العيد عندهم اللي هي الهريس اللي قلت لحضرتك عليها دي، بيفطروا بيها. تمام. وعندهم حاجه ثانيه هريس زي البسبوسه كده يعني؟ لا دي يعني اكله مالحه. وعندهم اللي هو الحلويات اللي هي الحلوى العمانيه دي بيشتروها من هناك من المصانع. تمام. خاصه بيهم. وبيعملوا اللي هي الحلويات العاديه، اوقات كتيره بيعملوا الحلويات المصريه. تمام. طوال 20 سنه اكيد واجهت تحديات كتيره جدا. ايه اصعب التحديات اللي واجهتك خلال الفتره دي؟ يعني كظهور اسمي في بلد غير بلدي، ده كانت حاجة صعبة يعني. بس بصراحة يعني الشعب العماني شعب جميل جدا، ودود وبيحب مصر. ايوه بيحب المصريين وبيحب خاصة الصعايدة. وبيقفوا يعني بيساعدوا. الشعب العماني بيقف وبيساعد وبيساند وبيدعم، يعني بيدعمك لما بيلاقي عندك فكرة وعندك انت حابب تعمل حاجة بيدعمك. تمام. فبصراحة يعني أنا طول الفترة دي ما حسيتش بغربة خالص في عمان. عمان بلد جميلة وأهلها يعني هي جمال عمان في طيبة أهلها. في طيبة أهلها بالظبط. وأخلاقهم بالظبط عالية جدا. وهم يعني أهم حاجة إن هم حابين المصريين وفي علاقات جميلة يعني بين مصر وبين سلطنة عمان فعلا. وبيحبوا الأكلات المصرية، بيموتوا في الكشري والمحشي.
طبعا بتعملها لهم، ولكن طبعا اكيد طبعا الاستاذه فيها هناك على طول بتاعتنا بقى. دي ملعبنا محدش يقرب منها. طيب في كتير جدا من الفتيات بيتفرجوا علينا دلوقتي. عادة لما بنجيب حد بيبقى مغترب وطول 20 سنة بيكون راجل ونحت في الصخرة علشان يوصل، لكن معانا يعني شيماء انت بقالك 20 سنة وقدرت تحفر اسمك في وسط الشعب العماني. فايه النصيحة اللي انت بتقدمها لهم لو واحدة عايزة تغترب وتنجح بره؟ 1 2 3 تقولي لهم ايه وكاميرتك اهي. ان انت تكوني قوية وما تسمعيش كلام اي حد خالص، ويعني اي حد بيديكي طاقة سلبية او اي حد بيقولك ان انت مش هتوصلي او ان الموضوع ده صعب جدا عليكي، لا يعني خلي كلام الناس دي كلها وامشي كملي طريقك. عندك هدف هتسعي هتوصلي. لما بتسعي للهدف وبتحطي يعني الهدف قدام عينك وبتسعي له بتوصلي له. مفيش حاجة مستحيلة ابدا طول ما احنا عايشين، فمفيش حاجة مستحيلة، واحنا يعني عندنا قوة وطاقة غريبة والاعتماد على النفس، وخاصة لما تكون بنت في الغربة لازم تكون قوية. تمام. لازم تكون قوية، لازم تكون قوية. تمام. انا يمكن بقلب في رسائل المشاهدين، لفت من نظري في سحر احمد ابراهيم بتقول والله برافو عليكي، لان معظم الشيفات شطار رجاله، لما نبقى واحده سيده شيف فدي حاجه كويسه يعني. شكرا ليكي. بص اتوجهت لي كتير، يعني انا كنت في فندق هناك في بدون ذكر اسمه طبعا، لا مش نذكر اسامي. تمام. فكان مدير الفندق قاعد فبيقول لي يعني بصراحة أنا ما بثقش في أكل الست. يعني كشيف ست ما بثقش فيها. هو فعلا شيماء الظاهرة يعني غريبة، تلقى اللي ليها خصوصية المطبخ بالسيدة والشيف الشاطر راجل. أيوة. اللي بيفصل الملابس أو الترزي بالمعنى الأصح خصوصية بالسيدات، والاشهر مصممي الازياء رجاله. بالظبط. لا ما احنا لا بالعكس، انت اقتحمتي بقى المجال بقى، كسرت القاعده دي. كسرت القاعده دي وحبيت اوصل رساله لاي سيده او اي بنوته. انت تقدري تعملي اي حاجه وتقدري تتفوقي في اي مجال. ما تحطيش في دماغك دي الحاجه دي تبع الرجاله او تبع السيدات، لا احنا نقدر وقادرين نتفوق في اي مجال وفي اي مكان، مش بس في مصر. تمام. اخر سؤال، يعني اللي انت قلت لحد دلوقتي الافراد يعني عائلتك انت يعني اصحاب بفضل عليا وانتوا اكتر ناس ساندتوني، تقولي لمين؟ اختي اسماء اختي، هي اكتر حد ساندتني، هي اكتر حد وقفت معايا. يعني لو انا بقيت حاجه او وصلت يعني هم الناس بيقولوا ان انا وصلت لمكانه كويسه بفضل ربنا. واختي اسماء ربنا يبارك لها في اولادها يا رب ويديها صحتها، هي اكتر حد ساندتني، هي اكتر حد كانت معايا في مشاكلي، هي اكتر حد دايما يعني لما بيكون عندي مشكله او عندي ضغط واتصل عليها السند بتاعك. ايوه ابكي تقول لي لا انت ما تبكيش، يعني مثلا في فرصه ضاعت مني تقول لي اوكي ما اتصل انا اكون معصبه او ببكي او حالتي النفسيه مش كويسه، تقول لي لا تروح فرصه تيجي مليون وانت قويه وانت هتبقي وانت هتكوني. ف بجد يعني انا بحبك قوي، ولو عشت 100 سنه على عمري مش هقدر اوفيها جميلها عليا. تاج فوق راسي. كلام جميل جدا طبعا يا شيماء منك، وانا مبسوط بوجودك معانا النهارده في برنامج الطير المسافر. قبل ما اختم معاكي، كنت بتتفرجي على برنامج الطير المسافر؟ ما انا بقى لسه بحكي، انا يعني شفت حضرتك كتير في التلفزيون قبل كده. تمام. فسبحان الله يا رب ما حدش عارف ايه الاقدار اللي مستخبيه له، كان ليا الشرف ان انا اشوف حضرتك وش. الف شكر يا اسماء، ربنا يخليكي، وانت نموذج جميل للمراه المصريه اللي عندها اراده وعزيمه اللي تقدر تسافر بره وتقدر تنجح وتقدر تقعد 20 سنه وتحفر اسمها في وسط يعني شعب مش من اهلها، فدي حاجه كبيره جدا وانا بشكرك عليها. وقبل ما اختم معاك يا شيماء، احنا يسعدنا طبعا انك تبقي مراسله لينا في سلطنه عمان. احنا معانا
مراسلين في يعني حول العالم لبرنامج الطير المسافر. سعدنا انك تبقى معانا مراسله لبرنامج الطير المسافر معانا لسلطنه عمان، تنقل لنا كل الاخبار اللي موجوده داخل سلطنه عمان وداخل الجاليه المصريه اللي موجوده هناك، وتبقى معانا في افراحنا واطراحنا وكل حاجه حلوه بيعيشها المصريين هناك في عمان ان شاء الله. اوكي يا فندم، ده شرف ليا طبعا ان شاء الله. انا بشكرك، بتمنى لك التوفيق ويا رب دايما مزيد من التألق والنجاح، وانت نموذج حلو ونموذج مشرف فعلا يا شيماء، وبشكرك انا شكرا جزيلا. سعدت بلقاء حضرتك. يا رب يخليكي، شكرا. يوم سعيد ورمضان كريم وعيد مبارك على كل المصريين والأمة الإسلامية والشعب العربي في كل مكان. شكرا يا فندم. شكرا.